السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توريد الشفايف أو الاهتمام بالشفايف أكتر شيء أغلبنا مهمل فيها جدا. وصفة اليوم رهيبة، مفعولها حلو بتقشير الشفايف وتوريدها، ومقاديرها تقريبا متوفرة بكل بيت. تقشر الشفايف وتوردهم وتنعمهم وتعطيهم امتلاء طبيعي جدا ومنظر حلو. مكوناتها بسيطة جدا. نحتاج قرفة تقريبا ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وزنجبيل بودرة ربع ملعقة تقريبا كمان. ونخلط المقادير جيدا. لا تنسوا تدعمونا بلايك للفيديو. ثالث مكون بنضيفه اللي هو زيت الجليسرين. بضيف 10 قطرات من زيت الجليسرين، ورابع مكون زيت اللوز المر. الأفضل إنكم تحطوا زيت اللوز المر، إذا مش متوفر المر حطوا الحلو. أنا كان مش متوفر عندي المر فاستخدمت الحلو. نخلط المكونات جيدا، نخلطهم. إذا حسينا القوام ثقيل شوية أو غير متماسك نزود عليها تدريجيا زيت جليسرين. ضيفوا زيت الجليسرين بالتدريج مع الخلط. حركوا باستمرار لما تتكون لكم عجينة تقدر تحطوها. ونضيف زيت جليسرين ونحرك. طبعا طريقة الاستخدام يوميا تحطوها بالشفاف لمدة 20 دقيقة ونغسلها. وبعدين لا تنسوا ترطبوا الشفايف بكريم بيبنتين الوردي أو أي مرطب يعني انتوا تستخدموه، لكن يفضل بيبنتين الوردي لأنه يعني يسرع بالتوريد. ترطيبه عميق ومع الاستمرار يورد الشفايف. وانتوا تستخدموا الخلطة انتبهوا دقيقة برا على الشفايف، يعني الجلد حق الوجه لأنها حارة جدا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكون عجبكم الفيديو، أو لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.